بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كنز العطايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جميل السجايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حضرات المحترمين الغاليين في قناتكم المفضلة الكرة في النادي مع أخوكم أحمد البنداري. طبعا احنا تابعنا مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. طبعا رباعية جميلة جدا 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 من النادي الأهلي. نادي الزمالك ما حضرش المباراة يا جماعة. نادي الزمالك ما حضرش المباراة نهائي، لا لاعبين ولا مدرب ولا جهاز فني. ما كانش لهم وجود في المباراة تماما. نادي الزمالك ما كانش له اي وجود في المباراة امبارح تماما، الا في الشوط الثاني بعد الكابتن مدحت عبد الهادي ما اتدخل واتناقش مع أوساريو، وعملوا بعض التعديلات اللي حسنت من شكل نادي الزمالك في داخل الملعب. لكن بعد فوات الأوان وبعد إحراز النادي الأهلي ل3 أهداف في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال للنادي الأهلي في الشوط الأولاني. هنمشي معاكم في واحدة واحدة كده في الأحداث اللي حصلت. حضرات المحترمين، طبعا المباراة اتلعبت امبارح على استاد القاهرة. حضرها 3000 مشجع من الأهلي و3000 مشجع من الزمالك، وطبعا كان منظر الجماهير طبعا ما يسرش حد وما يليقش بمباراة قمة في مصر بين قطبي الكرة المصرية، بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، لعدم وجود الجماهير والمدرجات فاضية وخاوية، ومنظر لا يليق بالرياضة المصرية تماما. الأهلي قدم مباراة رائعة جدا 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 امبارح، وفاز بنتيجة 4-1. 4 أهداف ملعوبين و4 أهداف مفيش أحلى من كده ولا أجمل من كده. الهدف الأولاني كان لحسين الشحات، الهدف الثاني برضه لحسين الشحات، الهدف الثالث لعلولو، الهدف الرابع في الدقيقة 92 لمحمد شريف، اللي احنا بنقول عليه الهدف في البلاس 90، اللي طبعا بيعشقها النادي الأهلي، والنادي الأهلي مشهور بيها، البلاس 90. ال4 أهداف اللي جم في نادي الزمالك يا جماعة ده كان مع الرأفة، صدقوني بجد كان مع الرأفة. النادي الأهلي ما كانش عايز يلعب يجيب أهداف. كولر رأف بحال نادي الزمالك في المباراة، لدرجة ان اللعيبة كانوا بياخدوا الكورة بيدوروها من الخلف لقدام، بيوصلوا لحد بعد نص الملعب ويبدأوا يتراجعوا تاني وينقلوا الكورة ويدوروها وترجع الكورة للخلف تاني. مش عايزين يتقدموا ولا عايزين يحرزوا أهداف زيادة، ولا عايزين يجيبوا اجوان، ولا زي يعني ما نقول يعني الاحتواء المرة دي مش من الحكام ولا من اتحاد الكوره زي ما احنا عارفين، ولا كنا بنقول الاحتواء من الحكام. لا، الاحتواء المره دي من كولر ومن لاعيبه النادي الاهلي في المباراه بتاعت امبارح. رأفهم بحال نادي الزمالك ورأفهم بحال لاعيبه نادي الزمالك اللي ظهروا عليه الحال اللي لا يرضي لا عدو ولا حبيب. طبعا انتوا هتقولوا لي كمشجع اهلاوي وكمتعصب للنادي الاهلي ان ده حاجه مبسطاني او حاجه مفرحاني.
لا انا مبسوط على عيني وعلى راسي من النادي الاهلي فاز، والنادي الاهلي وانا اتمنى ان هو يفوز بجميع المباريات حتى لو مباراه وديه، لان احنا ما نعرفش حاجه اسمها لا تعادل ولا هزيمه بالنسبه للنادي الاهلي، ما نعرفوش وما بنعترفش بيه. احنا ناس اتعودنا على الفوز دايما وتحقيق نتائج ايجابيه دايما، والاهم 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 تحقيق البطولات. احنا نادي بطولات، النادي الاهلي نادي بطولات. لكن اللي يعز على نفسي ان يبان حال فريق نادي الزمالك اللي هو المنافس التقليدي للنادي الاهلي بالصوره دي. ده اللي يحزن ويزعل فعلا بجد، ان يوصل حال نادي الزمالك للحال اللي هو فيه. وده طبعا ما هوش غلطه لعيبه او خطا لعيبه، لا ده خطا اداره. لا في اداره ولا في مجلس اداره مسؤول ولا لجنه تخطيط ولا لجنه تطوير ولا لجنه كوره ولا فريق لعيبه منعكس عليه المشاكل اللي موجوده، في عدم وجود جهاز اداري، في عدم وجود مدرب على مستوى. مدرب جايبه احمد حسام ميدو فرقعه للشو وخلاص. مدرب ما كانش له اي وجود خالص امبارح. الناس اتغرت بتحقيق الماتشات، بتحقيق النتائج في 4 ماتشات اللي فاتوا والفوز على المقاولين بنتيجه 6-1. قالوا الزمالك عاد والزمالك رجع وكلام. لا يا جماعه، الزمالك عاد ايه؟ لا في اداره فنيه ولا في اداره للنادي ولا في اي حاجه خالص، وكل واحد بيعمل فيها اللي هو عايزه، وكل واحد بيعمل اللي على مزاجه، وكل واحد بيشطح زي ما هو عايز. احمد حسام ميدو راح جايب المدرب اللي هو جايبه دون لا يفقه شيء عن الكوره، ما يعرفش اي حاجه عن الكوره. امبارح المباراه اظهرت بان هذا المدرب اللي هو الاساري دون لا يفقه اي شيء. ازاي ان فريق ينزل مهلهل بالطريقه دي؟ مفيش لاعب من اللاعيبه بيلعب في مكانه ولا في عدلته، ويعني اللي هو ازاي؟ منظر يحزن ومنظر يزعل. اي نعم، المفروض ان انتوا كنتوا متوقعين ان انا هطلع اشيد بالنادي الاهلي واطلع واصرخ وهغني سطلانه وسطلانه. انا كل ده هعمله كل حاجه ماشي، انا معاكم. بس منظر نادي الزمالك او المظهر اللي ظهر بيه امبارح فعلا حقيقي يزعل، ولازم يكون في حلول جذريه للمشاكل دي لرجوع نادي الزمالك لوضعه الطبيعي. يا جماعه لازم نادي الزمالك يرجع لوضعه الطبيعي، لان ده وضع ما ينفعش، لا يصر لا عدو ولا حبيب. احنا كمشجعين النادي الاهلي ما احنا عايزين المنافسين علشان يظهر قوة النادي الاهلي وتظهر عظمة النادي الاهلي وحرفانة اللعيبة وجمال اللعيبة وجمال الخطط من المدربين وجمال اللعب وجمال كل حاجة في الكورة. جمال كل حاجة في الكورة لازم يكون في تنافس، في اتنين يتنافسوا مع بعض ويكونوا الاتنين على مستوى، زي ما احنا بنشوف الفرق الكبيرة ريال مدريد وبرشلونة الفرق الكبيره، بنشوف المباريات، بنشوف التنافس، بنشوف الخطط الفنيه اللي موجوده، بنشوف قدرات اللعيبه قصاد بعضها، بنشوف الكره العالميه اللي حوالينا والكره. احنا دلوقتي احنا ما بنقولش الكره العالميه، احنا النهارده بنقول الكره العربيه كمان، وخصوصا في السعوديه يا جماعه بتنطلق كالصاروخ في مجال الكره. انا معاكم، الدعم المالي والمستويات الفنيه اللي هم قدروا يطعموا بيها الفرق السعوديه، زي رونالدو وزي اللعيبه الاجانب اللي هم ضموهم، اللعيبه العالميه اللي هم ضموهم. ده طبعا فارق الحاله الاقتصاديه. في فلوس تقدر تصرف على اللعيبه دي، وفي فلوس تقدر تجيب اللعيبه دي والكلام من ده. لكن احنا بنتكلم على المستوى والتنافس. النهارده الكره السعوديه في انطلاقه سريعه جدا جدا جدا، على مستوى عالي من كل شيء. وده ليه؟
لانهم طبعا جابوا لعيبه عالميه، جابوا مدربين عالميين، اهتموا بالنظام، اداره النوادي مستقره، كل واحد في حاله، كل واحد بيشوف شغله، منظومه كرويه من فوق لتحت، منظومه كرويه عاليه جدا جدا من فوق لتحت، زي ما احنا بنقول المدرج الهرمي، او من تحت لفوق. تقدر تقول كل من واحد، من اصغر واحد عارف عمله ايه وشغله ايه واختصاصاته ايه بيعملها، وكل واحد في نفسه وفي ناديه. مفيش واحد رئيس نادي بيطلع يجرح في النوادي التانية، ولا بيشتم في النادي التاني، ولا بيسخر من فلان، ولا بيسخر من علان، لدرجة ان هو بيسخر من لعيبة النادي نفسها بتاعه، النادي بتاعه، فضل النادي بتاعه من اللعيبة، قال لهم اللي عايز يمشي يمشي، واللي عايز يروح يروح، اللي ما اللي هو ازاي يعني ايه الحال ده؟ مفيش الكلام ده هناك. هناك في استقرار اداري، استقرار فني، لعيبه واخده مستحقاتها كما يجب، مفيش تاخير للمستحقات، لعيبه مفيش في دماغها اي حاجه غير تقديم اقصى جهد واقصى منظر وارتقاء لحرفنتهم وامكانياتهم الرائعه في الملعب. علشان كده احنا ملاحظين انطلاقه كبيرة جدا 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 للكرة السعودية، ان شاء الله بإذن الله دايما في ازدهار لاخواننا السعوديين اللي على دماغنا ومشرفينا دايما في جميع المحافل، ودايما الأخوة والحب والاحترام المتبادل بين الشعبين المصري والسعودي. نرجع يا جماعة لمرجوعنا تاني للزمالك اللي حاله لا يسر عدو ولا حبيب. كولر اثبت ان هو ثعلب مكير، وكولر هو الصفقة الرابحة جدا 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 اللي ابرمها النادي الاهلي في المرحلة الاخيرة دي. كولر عمل اللي ما يتعملش، كولر حقق انجازات غير مسبوقة الا في ايام المدرب العظيم اللي كان معانا قبل كده. كولر بيطور من اداء اللعيبة، بيطور من الاداء الفني والخططي والاداء الفردي للاعبين. كولر عمل زي ما احنا بنقول كل حاجة في الكورة كولر عملها، كل حاجة في الكورة كولر عملها، بيتابع كل كبيرة وصغيرة. علشان كده احنا بنقول كولر ده الثعلب المكار للنادي الاهلي، ده عمل كل حاجة حلوة للنادي الاهلي وللعيبة النادي الاهلي. كولر امبارح يا جماعة عمل شلل لجميع مفاصل نادي الزمالك، شل مفاصل نادي الزمالك تماما. الكثافه الهجوميه بخمس لعيبه اللي كان بيعملها اوساريو لنادي الزمالك في مرحله الهجوم، كولر شلها من البدايه نهائيا لعدم وصول اي كوره للاعيبه خط النص بالضغط الامامي المستمر على فريق نادي الزمالك، لعدم مرور الكرة للمنتصف الملعب، للاعيبه منتصف الملعب، علشان يقدروا يمرروا للخطوط الاماميه اللي هي كثافه الهجوميه بخمس لعيبه على الفرق المنافسه، واللي هو نفذها في الخمس مباريات او الاربع مباريات اللي قبل ماتش الاهلي، وخاصه في مباراه المقاولين. لكن كولر طبعا ثعلب عجوز مكار، ما خلتش عليه الخطة او الفكرة، كان بيفسد جميع الكرات اللي هي كانت بتتبني من ورا من خط الدفاع علشان توصل لخط النص، علشان يقدر يمررها للخماسي الكثافة الهجومية لنادي الزمالك للضغط على لاعيبة الاهلي او خط دفاع الاهلي. كولر افسدها تماما بالضغط الامامي على لاعيبه الزمالك وعدم تمرير الكره الى منتصف الملعب لبدايه الهجمه على النادي الاهلي. طبعا دي مش اي مدرب او اي واحد هيقدر ينفذها الا اذا كان ثعلب مكير
وعنده ادواته اللي يقدر ان هو يسخرها لافساد الهجمات مبكرا من امثال اللاعيبه اللي يمتلكها النادي الاهلي، من الضغط المستمر على خط الظهر لعدم بناء الهجمه وعدم مرور الكره للاعيبه خط النص. نرجع تاني للمباراة. احنا حبينا بس نعرف الجماعة المشاهدين المحترمين بتوعنا الحالة الفنية اللي أظهرت قدرة النادي الأهلي على نادي الزمالك جاية منين أو سببها إيه أو كلام من ده. فلازم انتوا طبعا تكونوا على علم بالموضوع ده، ولازم تكونوا فاهمين كولر عمل إيه علشان يوصل للنتيجة والمنظر اللي احنا شفناه امبارح والحالة اللي ظهر عليها فريق نادي الزمالك، وطبعا الحالة الفنية الرائعة اللي ظهر عليها فريق النادي الأهلي. طبعا احنا عندنا الاهداف. الهدف الاولاني اللي احرزه لاعبنا المحترم اللهم صل على النبي حسين الشحات. حسين الشحات احرز الهدف الاولاني بقذيفه مدويه رائعه في شباك حارس الزمالك، والجول الثاني برضو بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، قذيفه مدويه من خارج منطقه الجزاء في المقص لحارس نادي الزمالك، لا تصد ولا ترد. الهدفين الاول اللي هم بتوع حسين الشحات اللي جابهم. نيجي للهدف الثالث بتاع علي معلول، شوطه مكيره في وسط الزحمه من بين اقدام خط دفاع نادي الزمالك، ويعجز حارس نادي الزمالك عن صدها وتخش المرمى، ليصبح نتيجة الشوط الأولاني للنادي الأهلي 3-0. يعني فوز النادي الأهلي حققه في الشوط الأولاني 3-0، يعتبر ده اللي أنهى المباراة. لأن احنا لما هننزل الشوط الثاني يا جماعة وهنقول لكم على تحليل فني للشوط الثاني، الشوط الثاني برضه لما الاهلي نزل استعراض بقى، استعراض عضلات. كولر بقى زي ما احنا بنقول، بدأنا اللايف بتاعنا او الفيديو بتاعنا بدأناه قلنا ان كولر رأف بحال نادي الزمالك، ولاعيبه الاهلي رأفت بحال نادي الزمالك وما كانوش عايزين يتقدموا لاحراز مزيد من الاهداف. كانت الكوره بتتدور من ورا لقدام وتطلع توصل لحد خط الهجوم، رجاله المهاجمين بتوع النادي الاهلي ياخدوا الكوره ويدوروها ويرجعوا يدوروها بينهم وبين بعض الى انها ترجع برضو لحارس المرمى العملاق محمد الشناوي. يعني تحس ان هم مش عايزين يجيبوا مزيد من الاهداف، تحس ان هم مش عايزين يضغطوا بمزيد من الضغط والعصبيه والبتاع على فريق الزمالك. يعني تحس الاحتواء اللي احنا كنا بنقول عليه بتاع الحكم محمد عادل سابقا، الاحتواء تحول الى كولر والى لاعبي النادي الاهلي لعدم احراز اهداف جديده او زياده على فريق نادي الزمالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. نستأذنكم لايك وشير ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد من المشاهدين المحترمين، مشاهدين قناة الكرة في النادي. في الشوط الثاني يا جماعة طبعا أوزاريو أخطأ خطأ كبير جدا في خلال الشوط الأولاني بالتشكيل، وأخطأ خطأ كبير جدا بأن هو ملعب اللعيبة بتوعه في مش في مراكزهم ولا في عدلتهم. تدخل الكابتن مدحت عبد الهادي بين الشوطين، وبعد النقاش وبعد المداولات اللي حصلت بينهم حصل طبعا تغييرات كبيرة جدا في اللعيبة. عملوا بعض التغييرات المهمة اللي حسنت بالتالي إلى منظر نادي الزمالك في الشوط الثاني شوية.
واللعيبه بدات تضغط على لاعيبه النادي الاهلي، اللي هم لاعيبه النادي الاهلي اللي تراخوا بداوا يتنقلوا الكوره باطمئنان وبلعب وتناقل الكوره وتضييع للهجمات، مش عايزين يعملوا هجمات زياده، مش عايزين بيلعبوا زي ما احنا بنقول ايه، تقسيمه، خدوها تقسيمه كده براحتهم ولعب بالمزاج، وعدم ان هم مش عايزين يروحوا يحرزوا مزيد من الاهداف. لكن التغييرات حسنت من شكل نادي الزمالك شويه وفريق الزمالك في الملعب، واستطاع ان هو يضغط على فريق الاهلي ويضيع منه هدفين محققين في القائم يرفض دخول هدفين 2 محققين لاحمد سيد زيزو، كرة في القائم اليمين لحارس المرمى، وكرة في المقص برضو لحارس المرمى الشناوي، ويضيع هدفين 2 محققين لنادي الزمالك. في المقابل يروح 3 أهداف من النادي الأهلي لكرة خطيرة جدا وصاروخ من محمد هاني يصده حارس مرمى الزمالك ببراعة، لدرجه ان احنا قلنا له انت كنت فين في الشوط الاولاني؟ يعني انت لو كنت في المستوى بتاع الصد بتاعت كره محمد هاني والكره الثانيه اللي هي بتاعت معلول، وده كان زمان المباراه طلعت بشكل تاني خالص. انت كنت في الشوط الاولاني غايب تماما تماما تماما، ما انتش موجود في بين ال3 خشبات، اي كره كانت بتشاط عليك كانت بتخش الجول. انت كنت فين في خلال الشوط الاولاني؟ كان دماغك فين؟ لاحظنا ملاحظه هامه جدا برضو يا جماعه، بان فتوح لاعب الزمالك لما تصد محمد الشناوي صد كوره واثنين وثلاثه في المباراه، كنا بنلاحظ في بعض الهجمات وجود فتوح وهو في منطقه الجزاء وبيقف يسقف للصده بتاعه الشناوي لانقاذ الشناوي للهجمات بتاعه الزمالك. وده خلى ناس كتير شافت الموضوع ده بتاع احمد فتوح وتشجيعه لانقاذ الشناوي للكرات الخطره في منطقه الجزاء والانقاذه للاهداف، قالوا بان دي مقدمه كبيره جدا لان احمد فتوح هيخش دايره المفاوضات للنادي الاهلي، ودي حاجه سابقه لاوانها وبعيده شويه، انا شخصيا مستبعدها تماما يعني في الفتره دي. هو كان بيشجع الصدة الحلوة زي ما بنقول شجع الشناوي بدل المرة 2 و3، حتى لاحظنا حاجة مهمة برضو ان انتشرت لأحمد فتوح بعض الفيديوهات على التيك توك وهو بيواقف بيسقف للصدات والتصديات من محمد الشناوي للكرات الخطرة في مباراة الأهلي والزمالك. فهل احنا سؤال اهو، هل ان احنا في الفترة اللي جاية هنشوف مفاوضات او هنعرف ان في مفاوضات بين الاهلي واحمد فتوح؟ يعلم الله، والايام اللي جاية هتبين لنا ايه الاحداث وايه اللي هيحصل في الفترة القادمة، لان النهاردة ما عدناش نقدر في عالم الاحتراف، ما نقدرش نقدر نستبعد حاجة بتحصل، لان الاهلي بيعمل كل اللي هو يقدر عليه من طلبات كولر او لمصلحة النادي الاهلي، الاهلي بينفذها فورا، سواء في لعيبة سواء في اي طلبات فنية او ادارية او مالية بتنفذ علشان تحقيق البطولات، واللعيبة تقدر تطلع كل اللي عندها، والمدرب يبقى يمتلك جميع الادوات لتحقيق البطولات، وما يبقاش في حاجة ناقصة للمدرب ولا للنادي الاهلي. لان طبعا احنا عارفين ان الاهلي بيخش في جميع البطولات اللي هو بيدخلها، مفيش حاجة اسمها عنده مركز تاني. مركز تاني ده معناها ان هو خلاص الاهلي ما يعرفش مركز تاني، الاهلي يعرف المركز الاولاني
عفوا، الاهلي يعرف لغه الانتصار فقط، الانتصار ثم الانتصار ثم الانتصار، لغه الفوز فقط، ده اللي يعرفها النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. يعني مجرد ان الاهلي حسم بطوله الدوري ال 43 وخلصها لصالح النادي، لصالح الاهلي قبل الجوله ما تخلص ب5 مباريات، يوم الاهلي ما حسم البطوله واعلن ان الان النادي الاهلي بطل الدوري رقم 43 في تاريخه، الجماهير على طول اوتوماتيك قال لك احنا خلصنا بطل الدوري وفرحنا بيه وكل حاجه، احنا عايزين نشوف الكاس، احنا عايزين نبص لبطوله الكاس اللي جاي. هي دي سمه النادي الاهلي وسمه جماهير النادي الاهلي وسمه لاعيبه النادي الاهلي. احنا خدنا البطولة، شكرا، فرحنا شوية، سقفنا شوية، اتبسطنا، تمام التمام، عملنا احتفالات، تمام التمام، شكرا. البطولة الجاية ايه؟ البطولة الجاية ايه؟ على طول زي يوم الماتش، يوم الاهلي ما خد بطولة افريقيا، الحصول على البطولة ال11، الجماهير وهي بتحتفل بتقول لك ال12 يا اهلي. هي دي سمة جماهير النادي الاهلي، هو ده سمة النادي الاهلي، هو ده قدر النادي الاهلي لاسعاد جماهيره، وهو ده اللي اتعود عليه جمهور النادي الاهلي، بطولة طول وبطولة طول وبطولة. ما عندناش حاجة اسمها ان احنا نتعادل، ناخد مركز تاني، ناخد لا 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 لا، لا فيش. المركز التاني بالنسبة للاهلي معناها الخسارة، ان الخسارة تماما. التعادل نفسه معناها بالنسبة للنادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي الخسارة. التعادل معناه خسارة مش فوز، لا، التعادل بالنسبة للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي خسارة. تمام. نيجي على الخبر الثاني والمهم، امام عاشور اللي هو بيتداول على الساحة دلوقتي. امام عاشور طبعا احنا عرفنا ان هو خلاص خلص مع النادي الاهلي واصبح لاعب في النادي الاهلي، واحنا دلوقتي هم في انتظار وصول البطاقه الدوليه للاعلان الرسمي اللي هم كانوا مأجلينه. هم قالوا ان الاعلان الرسمي هيكون عقب لقاء القمه مباشره، فهو الاعلان لاعلان انضمام امام عاشور للنادي الاهلي في خلال الساعات المقبله، الاعلان الرسمي لانضمام امام عاشور للقلعه الحمراء للنادي الاهلي. في هنا مشكله عشان احنا بنتكلم طالما بنجيب سيره امام عاشور، الخبر اللي انا هقوله لكم ده خبر زلزال. لايك وشير ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وشجعونا كده وخلوا الفيديو وخلي الاخبار اللي احنا بنقولها لكم دي، لان في خبر زي ما احنا بنقول زلزال، صاعقه الخبر اللي انا هقوله لكم ده. لايك وشير ونصلي على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عشان الفيديو ده يوصل، والخبر الاخبار بتاعتنا دي توصل لاكبر عدد ممكن من الساده المشاهدين المحترمين بتوعنا. احنا عارفين يا جماعه ان الف ب في صياغه العقود بتاعه اللعيبه، بان دلوقتي يقول لك ان اللاعب لو تم اعاده بيعه، لما نيجي نبيع لاعب في شرط قانوني رسمي في قلب العقد بديهي كده، الف ب دلوقتي في عقود اللعيبه، بان النادي اللي ربى اللاعب او النادي اللي كان موجود فيه اللاعب يحصل على نسبة مثلا نقول 20% من مقابل البيع مرة تانية. يعني إمام عاشور كان في الزمالك، راح ميتلاند، لازم ألف ب إن أنا أحط بند عقد في العقد بتاع إمام عاشور، إذا قام النادي الدنماركي بتاع اللي هو ميتلاند ببيع إمام عاشور لأي نادي تاني خارجي أو محلي أو أيا كان، لابد من حصول نادي الزمالك على نسبة 20% من نظير إعادة بيع اللاعب. زي محمد صلاح النهارده نادي المقاولين ما زال يحصل على النسبة بتاعته من إعادة البيع وتجديدات بتاعة محمد صلاح لنادي ليفربول.
هو والنني في الارسنال. نادي المقاولين ما زال لحد النهارده بيحصل على النسبه بتاعته كامله من نادي الارسنال بالنسبه لمحمد النني، ونادي ليفربول بالنسبه لمحمد صلاح. تخيل يا جماعه الزلزال، الخبر الزلزال، بان الساده المحترمين القائمين على نادي الزمالك ما يكونش فيه البند ده موجود في عقد امام عاشور. دي كارثه، دي كارثه، كارثه للجماعه اللي المقيمين في نادي الزمالك 24 ساعه، وعاملينه اقول ايه، عاملينه عزبه. مؤلف القانون اللي بيقول لك انا اصغر مؤلف قانون في مصر، مؤلف قانون ايه وبتاع؟ انت مؤلف، انت مالكش في الرياضه، انت خربت نادي الزمالك، والله العظيم انت خربت نادي الزمالك انت وعيالك. ازاي ان ما يتحطش بند في عقد امام عاشور اللي هو عقد اعاده اللي هو البند بتاع حصول نادي الزمالك على نسبه اعاده البيع لامام عاشور؟ ازاي؟ اللي هو ازاي يعني يجي الجماعه اللي هم الشركه اللي هي قايمه على تسويق امام عاشور، هي اللي لما عملت العقد حطت البند ده، لكن مش لصالح نادي الزمالك، حطت البند ده في عقد امام عاشور، في عقد اعاده البيع بتاع امام عاشور لصالح الشركه اللي هي باعت امام عاشور. وتعتبر بكده تعتبر اول شركه تحط تحط بند ربح من اعاده البيع لصالح الشركه وليس لصالح النادي، اللي هو وكيل اعمال امام عاشور. امام عاشور وكيل اعماله اللي هي الشركه بتاعته هي اللي هتحصل على نسبة 20% من إعادة البيع لإمام عاشور، وليس نادي الزمالك اللي البهوات بتوعه نايمين في العسل ومش جارين بأي حاجة خالص، تماما تماما تماما، ومش فاضيين غير للصراع.